بوتاجاز زانوسي الجديد تيست ماكس 60 في 90 اللي واخد شكل العنكبوت ده، وده من شكل الحوامل بتاعته واللي بيقولوا عليه، يعني بيقولوا عليه كمان واخد شكل البلت ان. والله احنا هنشوف الكلام ده صح ولا ايه. هل مكوناته كلها ايطالي؟ هل الفرن بيشتغل مع الشواية ولا لا؟ هل بيسخن من الجناب والمفاتيح والمقبض بيسخن ولا لا؟ هل فرن واسع وياخد اواني كتير؟ هل اقدر استخدم سيخ الشواية لاكتر من حاجة؟ يعني ينفع يعني لفراخ كفتة وشيش في وقت واحد؟ طيب هل ينفع انقل الاواني من عين لعين من غير ما اشيلها بمجرد تحريكها؟ هنشوف الكلام ده كله على الطبيعة، لان هنفك البوتاجاز حتة حتة وهنقول مميزاته وعيوبه ومكوناته ايه. ان شاء الله في الفيديو ده هجاوبكم على اي سؤال بيدور في دماغكم، بس قبل ما نبتدي صلوا بينا على النبي. يلا بينا. السؤال هنا، ليه بوتاجاز زانوس تيست ماكس الجديد حلو قوي؟ يعني مثلا هل هو بديل عمل للبلت ان؟ وليه بيتميز عن اي بوتاجاز تاني مقارنة بالاجهزة الموجودة في السوق المصري؟ هل هو خالي من العيوب؟ وده للوهلة الاولى يبان انه خبر عادي متكرر، بس في الخبر ده محتاجين نقف قدامه لسببين. اول حاجة، هل مكوناته كلها ايطالي؟ هل هو سعره يستاهل ان نشتريه؟ ده اللي هنشرح فيه مع بعض كل جزء فيه بالتفصيل، لان هنوريك طريقة تركيبه وتشغيله ومقاساته ومكوناته وميزاته وعيوبه مقيما من وجهة نظري. ومبدأنا هو المصداقية. اول حاجة نتكلم عليها خامات وتصميم البوتاجاز، واضحة جدا قدامنا لانه ستانلس كله بالكامل. ده شكله طبعا في النص زجاج مراية عاكس، بس متقلقش لو شغلت اللمبة تقدر تشوف اللي جوه الفرن عادي. دي لوحة التحكم كلها من الستانلس، شاشة ديجيتال. الشكل الخارجي بتاعه بدون زجاج ظهرية. ده شكل الحوامل بتاعته مستغلة كلها بالكامل، لو جينا بصينا من اول بوتاجاز لحد اخره هما 90 سنتي. ده الستانلس سين بتاعه سلستين زي ما قلنا من المطفي من الجناب كله، واخد طبقة عزل جميلة جدا مش بيسخن. ستانلس كله اهوت. ولو جينا شفت الحوامل كلها شكل الحوامل زي ما بيقولوا على العنكبوت، مش عامل ازاي وحش، واخدة كلها من اولها لاخرها. اول حاجة نتكلم عليها ده حامل قهوة، عينين وسط، العين الصغيرة والعين الكبيرة والعين الثلاثية. لو جينا بقى شلنا واتفرجنا بقى على شكل السلستين السطح بتاعه، لا بص مفهوش مكان يدخل منه الزيوت جوه، وغير طبقة السلستين بتاعته جامدة جدا. لو جينا بصينا على اي بوتاجاز اضغط عليه كده شوف طبقة السلس بتلب معاك ولا زي ما بيقولوا كده، ولا خفيفة كده ولا تقيلة محملة. طبعا ده غرف غاز طبعا مش مواسير. احنا قلنا الفونيا في النص والاشعاع الذاتي والامان طبعا اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو لو اي حاجة فارت منك او لبن او كده بيفصل اوتوماتيك لوحده. ده ميزة جميلة جدا بتيجي في البوتاجاز. بص كده في كل طبعا البوتاجاز هتلاقي الاشعاع الذاتي، هتلاقي الامان، هتلاقي الفونيا، هتلاقي الخامات هنا كلها ايطالي. طبعا ده خامات كلها ايطالي، تقفيل مصري. بوتاجاز فئة عالية جدا وجميلة، منافس الايطالي اللي انت عايزه. ادي الغرفة اللي في النص كانت الاول، شفت الغرفة دي كانت بتيجي ايطالي، كانت الاول لا بتيجي تصميم ايطالي وتيجي مصري. الحوامل بتاعته بقى شفناها، الحوامل دي تقيلة جدا، عامل لها 6 صدادات او 6 جوانات عشان ما تحركش، تقيلة جدا. طبعا طبقة صعبة في الغسيل شوية بس جميلة ومحملة. مساحة البوتاجاز مقسومة لتلات أجزاء. طبعا ده يدل على ايه؟ يدل على لو انت حاجة فرط منك او لبن مش هتغسل بقى البوتاجاز كله، هتغسل مكان الجزئية بس عندك اللي هي اللي مقسومة 3 أجزاء ديت هتغسلها، مش تغسل البوتاجاز كله. تمام. لو جينا بقى اتكلمنا عن البوتاجاز، هو ينفع يركب في البلت ان؟ ينفع يركب في البلت ان. ليه ينفع؟ اولا واخد تهوية جميلة جدا، 4 فتحات تهوية هنا من الوش واسعين وجمال، ممكن تقدر تركبه في البلت ان. لو جينا بصينا من ورا هنلاقي فيه مدخلين غاز، وهنبص على التهوية دلوقتي. لا البوتاجاز تهويته جميلة جدا، التهوية بتاعته من ورا اهيت. لا المهتمين بالظهرية كمان اكتر، يعني كمان الشكل والتقفيل والديزاين من ورا. لا ما تقلقش، شيل. ممكن تيجي تشيل اي بوتاجاز تلاقي ايدك اتعورت اتجرحت، لا هنا لا، متكسحة ازاي متنية ازاي متقدرش تتعور. لا مهتمين كمان بالظهر أوي، وده طبعا نادر لما تلاقي في اي بوتاجاز بيهتموا بالظهرية شوية. السؤال هنا، هل المفاتيح بتسخن او الاوكر بتسخن؟ طبعا الاجابة لا. ليه بقى؟ لانه يحتوي على مراوح تبريد تحت الاوكر دي، بتشتغل اول مجرد ما تشغل الفرن او يحس بالسخونيه بيشتغل لوحده، بيبرد الزرار دي الاوكر كلها. طبعا بالاضافه طبعا الى الخامه بتاعته الاوكرا نفسها، الخامه دي جميله جدا ومحمله. وفي كمان ميزه هنا شفناها في المفتاح بقى، المفتاح نفسه فيه اشعال ذاتي، بمجرد ما تفتح كده اشعال ذاتي، مش مفتاح منفصل لوحده، كل اوكرا
الاشعال ذات الوحدة الزرقايات. بس هنا بقى في حاجة، المفتاح هنا من انتومانيا مش نحاس. فكنا وبصينا عليه كده اهوت، وفكنا التاني برضو لقيته كله انتومانيا مش نحاس. دي الشاشة الديجيتال بتاعته، تحكم فيها تايمر طبعا والساعة. المقبض بتاعه بقى من الستانلس، شوف شكل المقبض عامل ازاي ومبيسخنش. هنتكلم عليها دلوقتي كلها. طبعا زجاج واخد طبق ستانلس من الجناب. دي اللمبة تقدر تشوفها اهيت، اللمبة اهيت. دي بقى مروحة التبريد اللي بنتكلم عليها. المفاتيح مش هتسخن معاك، متقلقش، المقبض مش هيسخن معاك، لا واخد حقه. والزجاج كمان الداخلي من جوه تقريبا مصورتوش، كمان مفيهوش مكان مسامير تخش فيه الزيوت. ده جوان اهوت، الجوان ده كمان هو بص جاي واخد شكل مستطيل، مش حته كده. ده مثلا تلاقي اي بوتاجاز تاني تلاقي حته من فوق وحته نازله لتحت، لا. دي المفصلات بقى طبعا تقدر تفكها وتشيلها عادي، سهل انت تفكها. نبقى نشرح الكلام ده مع بعض كله. بس تقدر تفكها وتقدر تغسله بره وتقدر تركبها تاني، سهله جدا مش صعبه زي اي بوتاجاز تاني، لا دي سهله. المفصلات بتاعته هنا مفتاح سيخ للشوايه، بس المفتاح ده بيشغل كام سيخ؟ 1 2 3 4 5 6. الزرار ده بيقدر يشغل 6 سيخ. تقدر تستغل، تقدر تعمل كفتة، تقدر تعمل شيش طاووق، تقدر تعمل كباب، تقدر تعمل انت عايزه. 6 سيخ موجود عندك. طبعا هنا مفتاح للفرن، نقدر نشغل الفرن مع الشواية عادي هنا خالص. بوتاجاز مصمم لكده، نقدر نشغل الفرن مع الشواية. بس لو المروحة متشتغلش غير مع الفرن بس، ما نقدرش نشغل مروحة مع الشواية. دي الأرضية وده رف برضو تحت الشبكة. ادي المروحة اهيت، شغلناها مع الفرن عادي تشتغل معايا 100. دي مروحة بالتوزيع حرارة تشتغل عكس الشواية. طب انا عايز اشغل بقى الشواية، المروحة بتنطفي عادي وتشغل شوايتك عادي اهيت كده، الشواية شغالة. دي سدادة طبعا عشان بيبقى قافل منك ما يتكسرش الزجاج. عرض الفرن اهو، هجيب لك مساحته برضو. هو عريض 75 سنتي، هو كده عريض يعني كده حلو قوي. وعمقه اهو توصل لحد 43، وارتفاعه 35، يعني ممكن ارتفاعه يكون ضيق شوية. طبعا الرجول بتاعته من اجمد الرجول، يعني الرجول دي جامده جدا جدا، يعني انا شفتها ومستها حاجه مشرفه جدا والله في زانوسي. يعني الرجول دي جميله جدا، يعني مهتمين بالرجل والظهريه، لا بالديزاين بالشكل جميل جدا اوي. هل بص كده، لو وصلنا الخزنه برضو، خزنه واسعه تقدر تشوي فيها اللي انت عايزه، حط اكل وكده، اشوي يا باشا براحتك عادي، وشيل اللزق بتاعك دوت قبل ما تشغل بوتاجازك. تعالوا نتكلم بقى عن ملخص مميزات البوتاجاز ده وملخص عيوبه. نتكلم بقى عن ملخص عيوبه. اول حاجه الغرف الغاز. غرف الغاز ديت يعني مش عارف، مش محبوبه شويه، لو كبت حاجه او حاجه، يعني لو حاجه فرت منك هتنزل هتسد الفواني، فتخلي بالك بقى لو انت مثلا حاجه فرت منك تمسحها على طول. تاني حاجه باب الفرن. باب الفرن بالنسبه لسعر البوتاجاز ده يعني كان المفروض سوفت كلوز، القفل الناعم ده مفهوش سوفت كلوز، هو دي سوست عاديه مفهوش سوفت كلوز. ارتفاع الفرن حاسس اللي هو يعني صغير شويه. رابع حاجة بقى الشواية دي كلها 6 سياخ دولت بيشتغل على موتور واحد، يعني كان المفروض يشتغلوا مثلا على موتورين، فهل هو الموتور واحد ده يقدر يشغل 6 سياخ لو حملت عليه كتير قوي؟ وبكده انا خلصت، يا رب اكون فدتكم بحاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.